السلام عليكم. في هذا الفيديو أصدقائي حابب أحكي عن أجمل وأفضل العطور منخفضة السعر، يعني عطور بتعبر عن قيمة مقابل سعر. أول عطر في هاي المجموعة هو كوتش بلو إيدي تواليت. هذا العطر صيفي ربيعي منعش جدا، أداء متوسط لفوق المتوسط، سعره في المتناول، النوتة جميلة سهل الارتداء، حمضية أروماتية، قاعدة عنبرية جميلة، و100 مل، وسعره جيد بالمقارنة مع هاي التحفة اللي يقدمها كوتش. العطر الآخر في هاي المجموعة هو كينثي جول بلاك بولد، هاي نسخة الاي دي بي. حتى لو حصلت نسخة الايدي تواليت مش كثير في فرق بينهم. العطر حمضي أروماتيك كلاسيكي في جلد الغزال، كثير كثير هذا العطر جميل، أداؤه متوسط لفوق المتوسط بشوي، سعره في المتناول، نحكي عن $30 أو أقل حسب المكان اللي أنت متواجد فيه، ممكن تحصله أونلاين بسعر منخفض. بنصح كثير في هذا العطر، عطر جوكر لكل الفصول، بيمشي صيفي ربيعي خريفي، ممكن يمشي شتوي للأشخاص الكلاسيكيين. العطر الآخر في هاي المجموعة أكسي بلاك كافيار. هذا عطر حمضي أروماتيك، بشوفه مناسب لكل الفصول، سعره كثير منخفض، أداؤه تحت المتوسط. اطلع عليه، جربوا للأشخاص اللي بيحبوا العطور اللي ثباتها وفوحانها قوي جدا. هذا مش مناسب إلكم، ولكن عطر فريش تخليه في المكتب وتعيد رشه مرة ومرتين وثلاث. كثير بنصح في هذا العطر، عطر بعد الاستحمام بعد الحلاقة، يعني قيمة مقابل سعر. العطر المظلوم عند أرماف، واحد من أجمل عطور أرماف، واحد من العطور المفضلة جدا عندي لأرماف، لوبارفيت. هذا العطر عبارة عن خليط بين جرين ايرش تويت وكريد افنتوس. يقدم جرين ايرش تويت 70%، كريد افنتوس حوالي 30%. جميل صيفي ربيعي خريفي، منعش دافي إلى حد ما، في نوتات جميلة، متعوب صراحة عليه، والعبوة شكلها كثير حلو، يعني مغناطيسي، وسعره $30، ممكن أقل أكثر شوي. هذا من الكنوز المخفية، مش كثير مشهور، كثير بنصحكم بتجربة هذا العطر. الحرمين عنبر عود جولد إديشن، هذا من أقل العطور مفضلة بالنسبة إلي، لأنه هذا العطر بيعبر عن عطر إيربا بوارا. مش كثير بحب هذا العطر، بحسه العطر نسائي بحت. هذا العطر تقليد جيد جدا إله، 60 مل، سعر مناسب، أداء نووي مناسب لكل الفصول، فاكهي جدا سويتي جدا. أنا شخصيا ما بحب هذا العطر، ولكن في كثير ناس بحبوا النوتة الفاكهية في العطور، ويبحثوا عن عطر بديل لعطر إيربا بوارا بسعر معقول. هذا أفضل بديل لعطر إيربا بوارا، بنصحكم تطلعوا عليه. بوشن من دي سكوير 2، طبعا تركيز اي دي بي. كثير في حكي عن هذا العطر على السوشيال ميديا انه بيشبه عطر من عطور روجا دوف انيجما او عود، وبعض الاشخاص بيحكوا انه بيشبه عطر من العطور المكتبية لامواج من العائلة المكتبية. العطر سويتي قوي دافي تابلي خشبي، اداء ممتاز جدا لهذا العطر، وسعره في المتناول. الاشخاص اللي بيحبوا العطور القوية الدافية السويتية بنصحهم بتجربة هذا العطر. الشخصيات الناضجة، العطور القوية اللي بتحب العطور الكلاسيكية الأروماتية العشبية على طريقة بولو جرين، مش بيشبه بولو جرين لكن نفس الفكرة نفس الخط، أو عطور أراميس، كاريرا إيديت واليت بورقوم. هذا العطر أروماتيك عشبي خشبي قوي، وسعره كثير كثير منخفض، بيجي ب100 مل، أداؤه جيد، وهو أروماتيك ولكنه مش شبابي، يعني الأشخاص اللي بيبحثوا عن عطر شبابي ما بنصحكم في هذا العطر. كثير ناضج، يعني بشوفه فوق ال50 سنة، ولكنه قيمة مقابل سعر. لعشاق عطور البدائل، رغبة اودو بارفام، هذا أفضل وأجمل بديل لعطر جرين ايرش تويت. عطر جرين أخضر، نوتات أروماتية عشبية مع الفاتيفر. هذا العطر إذا حصلته ما تتردد إنك تقتنيه أو تطلع عليه إذا بتحب العطور الخضراء. أداؤه متوسط، مناسب لسعره، مناسب لكل الفصول، صيفي ربيعي خريفي شتوي. بنصحك تطلع على هذا العطر. العطر الآخر في المجموعة السييلو من أرماف، تركيزه اي دي بي. هذا العطر واحد من أفضل وأجمل بدائل انفيكتوس أكوا من باكو رابان، سويتي حمضي فاكهي شبابي جدا ومكتبي ومش صناعي، وفي شوي تدرج في النوتات، كثير بنصح فيه، مش كثير في عليه حكي في السوشيال ميديا. النوتة جميلة والسعر في المتناول، نحكي عن $30، ممكن أقل أكثر شوي. هذا العطر مناسب لكل الفصول، صيفي ربيعي خريفي، والنوتة السويتية ممكن تخليه يكون شتوي إلى حد ما.
أسد من لطافة، واحد من أفضل وأجمل إصدارات لطافة. هذا العطر يعبر عن عطر داير سافاج إليكسير. أداء ممتاز، سعر في المتناول، شكل العبوة جميل، ممكن يكون شوي خطي، نعم صحيح، صناعي إلى حد ما صحيح، ولكنه قيمة مقابل سعر. العطر شتوي خريفي ربيعي مناسب لكل الفصول، مش كثير بحبذه في فصل الصيف، ممكن شوي يكون بده أوقات باردة، ممكن في مساءات الصيف. إذا عندك هذا العطر وموجود جربه قبل الشراء، كثير بنصح فيه. عطور مناسبة لكل الفصول، انكر سبورت. النوتة الفاتيفر جميلة هون، مقدم بطريقة جميلة، حمضية خشبية أروماتية في لسعة الفاتيفر. أداء متوسط وسعره كثير في المتناول ومناسب لكل الفصول. كثير هذا العطر شبابي، بنصح فيه وجربه قبل الشراء دائما في العطور.